ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من ديجو تيوب. النهارده هنتكلم عن افضل تكتيك وتعليمات وخطه لبايرن ميونخ، البايرن ميونشن يا معلم. يلا بينا في فيديو صغير نخش نشوف ايه هي احسن تكتيكات وتعليمات. ولو اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير. يلا بينا نخش على الفيديو. يلا نقول بسم الله ونخش على اول حاجه. الفورميشن اللي انا بلعب بيها للبايرن ميونشن هي 4-2-3-1 الوايد، اللي هي فيها ار ام وال ام، مش اللي فيها كامات بس. اوكي. بالنسبه للسكواد زي ما انتم شايفين، لان هي طبعا بعد ما مشي ليفاندوفسكي بعد ما مشي، فانا ما عنديش مهاجم صريح كويس جدا، فبلعب مولر وراه ماني ككام ناحيه اليمين، جنابري او سانيه على حسب، ساعات بنزل ده وساعات بنزل ده تغيير. والناحيه التانية كومن، في النص كيميتش وجوريتكا، ورا عندك اوباميكانو ودي ليخت وكانسيلو. طبعا كانسيلو جه عمل شغل. طب زمان كنا بنلعب بديفيز طبعا. الناحيه اليمين خالص بنحط بافارد. اوكي. نيجي للتاكتكس، ودي اهم حاجه. انا بخلي التاكتكس اول حاجه الديفنسيف ستايل بخليها بريشر اون هيفي تاتش. بالنسبه للويتس بخليها 44 او 43 عادي مش تفرق. بالنسبه للديبث برجعها بخليها 65. نيجي للبيلد اب بلاي بخليها بالانسد. نيجي للتشانس بخليها دايركت باسنج. هنا الويتس ده بخليه 40. تمام. نيجي بعد كده للي بعديها اللي هي البلاير ان بوكس بخليهم 6. نيجي للكورنر 1، للفري كيك 1. اوكي. نيجي للانستراكشنز. اول حاجه مولر اللي هو المهاجم بتاعي بخليه ستي سنترال وجيت ان بيهايند. وراه الكام ده طبعا بخليه كام باك تو ديفنس وجيت انتو ذا بوكس فور كروسنج. نيجي بالنسبه للوينجات، الاثنين بديهم كام باك تو ديفنس. الاثنين وينجات اللي عندي كام باك ديفنس. اهم حاجه بقى الاثنين يا معلم المحاور بتوعك، الاثنين محاور، الاثنين لازم تديهم كات باسنج لينس و ستي باك وايل اتاكينج وكفر سنتر، الاثنين سواء جورسكا او كيميتش. اوكي. نيجي للاثنين قلوب الدفاع، انا بسيبهم زي ما هما، ما بديهمش اي حاجه. بالنسبه للاثنين الباكات الاثنين بديهم ستي باك وايل اتاكينج. دي التعليمات اللي بعملها للخطه دي، ودي التاكتكس بتاعتي يا معلم. جربها واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيها، وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.